في أقل من 10 دقايق هنتعلم أساسيات المونتاج باستخدام برنامج أدوبي بريمير برو. لو أنت صفر في المونتاج ومتعرفش أي حاجة عن المونتاج، هتعرف بعد الفيديو ده تعمل مونتاج لأي فيديو حتى لو شوية مونتاج بسيط. ويلا نبدأ. اول حاجه لما بفتح البرنامج ده بيبقى شكل البرنامج، بيجيب لي في المكان ده البروجكتس اللي انا عملتها قبل كده. اقدر اخش على اي بروجكت انا كنت شغال عليه، او اقدر اعمل بروجكت جديد. هدوس على نيو بروجكت او ادوس على اوبن بروجكت. لو في بروجكت معين عندي في الجهاز عايز افتحه هدوس على اوبن بروجكت، ولو عايز اعمل بروجكت جديد هدوس على نيو بروجكت. فهدوس على نيو بروجكت. اما ادوس على نيو بروجكت جاب لي الشكل ده. هنا بكتب اسم البروجكت بتاعي، هنسمي مثلا البروجكت ده تيست، فهنكتب تيست. وتحت هنا في اللوكيشن بيجيب لي المكان اللي انا عايز اسيب فيه البروجكت. هدوس على براوز واختار المكان اللي انا عايز اسجل فيه البروجكت بتاعي. لما اخلص الاسم واللوكيشن هدوس على اوكي. فتح لي الواجهه بتاعه البرنامج. اول حاجه عايزين نعرفها المربع الصغير ده. المربع ده هو اللي بحط فيه الفيديوهات اللي عايز اجيبها من على الكمبيوتر، او ساوند افكت او ميوزك او اي صور انا عايز احطها في البروجكت بتاعي. هدوس هنا مرتين وهعمل امبورت لاي فيديو انا عايزه او اي ميوزك او اي ساوند افكت. انا مثلا عايز احط اول فيديوهين دول، فهدوس على كنترول وادوس على الفيديو اللي عايزه، وتاني ادوس على كنترول برضه وادوس على الفيديو التاني. بعد كده هدوس اوبن. دي اول طريقه اعمل بيها امبورت للفيديو. ولو عايز امسحهم هختارهم وادوس على باك سبيس، خلاص اتمسحوا. وبرضه اقدر اعمل امبورت بطريقه تانية، ان انا اجيب الفيديو اللي انا عايز اعمل له امبورت من الجهاز واعمل له دراج على طول. يعني مثلا الفيديو ده اهو، هجيبه دراج كده، خلاص الفيديو اتحط اهو. ودي الفيديوهات اللي احنا جبناها اهو. لو عايز احط الفيديوهات دي في فولدر، عايز البروجكت بتاعي يبقى منظم، يعني مثلا يبقى في فولدر للفيديوهات، فولدر للميوزك، وفولدر تاني للصور، فهدوس على علامه الفولدر هنا واكتب هنا اسم الفولدر بتاعي. انا مثلا عايز اسمي الفولدر ده فيديوز، احط فيه الفيديوهات بس، فهكتب فيديوز واخد الفيديوهات دي احطها في الفولدر بتاعنا. خلاص كده الفيديوهات بقت في الفولدر اهو. هدوس هنا عشان اخفيهم اهو. ولو عايز اخش على الفولدر هدوس هنا مرتين، ولو عايز ارجع هدوس على العلامه دي. ده كده عملنا فولدر للفيديوهات. طب انا عايز اعمل ابلود لميوزك، فهدوس مرتين والاتنين دول ام بي 3 فايل اهو، فهدوس عليهم. بعد كده هدوس اوبن. ده شكل الساوند، يبقى عليه الايكون دي. وهعمل فايل تاني، الفايل ده يبقى للساوند افكتس بس، فهدوس على الفايل واكتب ساوند افكتس. بعد كده اخد الساوند افكتس اللي عندي دي احطها في الفولدر بتاعها. ولو انا مثلا عامل فولدر اهو وعايز امسح الفولدر، مش محتاج الفولدر ده، هدوس عليه. بعد كده هدوس على باك سبيس، خلاص كده الفولدر اتمسح. كده عملنا فولدر للفيديوز وفولدر للساوند افكتس اهو. بعد كده هعمل ابلود للصوره، هدوس هنا مرتين وهعمل ابلود للصوره دي. خلاص الصوره موجوده اهي. لو عايز اعمل لها فولدر برضو هدوس على علامه الفولدر واكتب فوتوس واحط الصور بتاعتي في الفولدر ده. طب احنا ليه بنعمل فولدرات كده دلوقتي؟ عشان لما البروجكت بتاعنا يكبر ويبقى فيه صور كتير وفيديوهات كتير انا ما اتلخبطش. دلوقتي هنخش على الفولدر بتاع الفيديوهات. مثلا انا عايز اغير اسم الفيديو ده، هدوس على الفيديو مرتين. بعد كده هعمل ديليت واكتب الاسم اللي انا عايزه للفيديو. انا مثلا هسميه مين فيديو. بعد كده هدوس انتر، خلاص اسم الفيديو اتغير اهو. ولما اختار فيديو معين بيجيب لي الفيديو في المربع ده. كده احنا عرفنا ازاي نعمل امبورت لاي حاجه احنا عايزينها على البروجكت بتاعنا، وعرفنا ازاي ننظمها كمان. عايزين نبدأ في الشغل بقى، فهندوس على فيديوز وهنجيب المين فيديو ده. هنمسك الفيديو، بعد كده هنعمل له دراج في الحتة دي. الفيديو اتحرك معانا اهو. بدوس في العلامة دي عشان اشغل الفيديو. اهم حاجة عايزين نعرفها في المونتاج هو ازاي نقطع الفيديو. فهندوس على سي، جاب لي علامة الموس اللي بقطع بيها، وفي عشان اجيب علامة الماوس اهي. علامة الماوس هنا بدوس على في، وعلامة الموس اهو اقدر ادوس هنا اجيب علامة الموس، او اختاره من حرف السي اسهل. فانت دايما اختاره من حرف السي. وهنقلب الفيديو بتاعنا اهو. الفيديو شغال اهو. مثلا عايزين نقطع الحته دي، فهندوس على علامه الموس في الحته دي. بعد كده نكمل الفيديو ونشيل الحته دي كمان، فهندوس على علامه الموس هنا ونختار حرف الفي عشان نختار السلكشن تول، وندوس على الفيديو اللي مش عايزينه وندوس على باك سبيس عشان نعمل ديليت. بص لما يجي نشغل الفيديو هيبقى فيه فراغ، الفيديو هيشتغل ازاي؟ فاحنا هندوس على علامه الفراغ دي وندوس على باك سبيس تاني. خلاص كده الفيديوهين اتلزقوا في بعض اهو. طب انا لو عايز اعمل زوم على الفيديو عشان اقرب، ممكن ادوس هنا واعمل زوم اهو. كده انا بعمل زوم للفيديو. هو الفيديو عشان ما فيهوش ساوند افكت فاحنا نقدر نمسح الحاجه اللي تحت دي. لو عايز امسح حاجه لوحدها بس هدوس على العلامه دي واختار دي لوحدها، بعد كده امسحها. وبعد كده ادوس هنا تاني عشان اختار حاجتين مع بعض. طب انا عايز احط صوت للفيديو، فهدوس على ساوند افكتس واختار الصوت اللي انا عايزه. هختار مثلا الصوت ده واجيبه تحت هنا. اسمع كده، الصوت اشتغل اهو. طب اخر حته دي احنا مش عايزينها في الصوت، فهندوس على علامه السي ونمسح اخر حته هنا، وندوس على الفي ونمسحها. وعايزين نمسح الحته دي برده مش محتاجينها اللي فوق، هندوس على علامه السي ونقطع. بعد كده ندوس على الفي ونمسح. وده شكل الفيديو دلوقتي اهو. طب انا لو عايز اعمل ميوت للصوت، انا مش عايز الصوت ده يبان، اعمل ايه؟ هدوس على علامه الام هنا. خلاص كده مفيش صوت هيبان. اسمع كده،
الفيديو شغال من غير صوت. طب انا لو عايز احط فيديو تاني احطه ازاي؟ نفس الطريقه بتاعت اول مره، هنجيب الفيديو التاني اهو ونعمل له دراج في منطقه العمليات، المنطقه اللي بنعمل فيها الفيديوهات. بعد كده شغل الفيديو التاني، اشتغل اهو. عايزين نقطع حته منه، احنا عايزين اول حته دي بس، فهندوس على علامه السي عشان نجيب الموس. بعد كده نقطع الحته دي اهي وندوس على الفي ونختار الحته التانيه ونمسح. ولو عايز اشغل الصوت تاني هدوس على علامه الميوت تاني والصوت هيشتغل. طب انا عايز اكبر علامه الصوت دي، اقدر اخدها هنا كده اهو واكبرها كده. اسمع كده الفيديو. ده الفيديو اهو. دي يعتبر اهم حاجه في المونتاج، ان احنا ازاي نقطع الكليب ونوصلهم ببعض. وبرضه من الحاجات المهمه اللي عايزين نعرفها هي الافكت كنترول. عباره عن ايه الافكت كنترولز دي؟ مثلا فيديو زي ده اهو، عايز احرك الفيديو ده يمين او شمال، فاحركه من البوزيشن هنا. هاجي عند الحته دي وامشي اروح يمين كده اهو، او اروح شمال، اروح يمين او اروح شمال. ولو عايز اطلع فوق او تحت، من هنا تحت اهو وفوق اهو كده اهو، تحت وفوق كده، انا بحرك الفيديو اهو. ولو عايز ارجع الفيديو زي ما كان في الاول هدوس على العلامه دي. ولو عايز اعمل زوم على الفيديو اقدر اعمله من السكيل، هدوس على السكيل وبعمل زوم اهو. وبرضه هدوس على العلامه دي عشان ارجع الفيديو زي ما كان في الاول. خلاص الفيديو رجع زي ما كان في الاول اهو. انا الصوت ده مش عاجبني، عايزين نغير الصوت. هندوس على الصوت، بعد كده هندوس على باك سبيس ونجيب صوت تاني. ندوس مثلا على الصوت ده ونشغله تحت هنا اهو. بعد كده هنيجي عند الحته دي مش عايزينها كلها زي ما اتعلمنا. لو عايزين نعمل زوم من هنا ونيجي عند اخر الفيديو اهو وندوس على علامه السي ونقطع، وندوس على الفي، بعد كده ندوس على باك سبيس. ولو عايزين نرجع تاني هندوس على العلامه دي ونرجع تاني اهو. ولو عايز اشقلب الفيديو اقدر اشقلب الفيديو من الروتيشن هنا، الفيديو بيتشقلب اهو. ولو عايز ارجعه تاني زي ما كان هدوس على العلامه دي. دي كده يعتبر اهم حاجه في الافكت كنترولز. بعد كده بقى عايزين نعرف حاجه مهمه. لو عايزين نحط تكست، لو عايزين نحط كلام في الفيديو، هدوس على حرف التي او هدوس على التي هنا اهو في الاخر. هدوس على حرف التي واختار المكان اللي انا عايز احط فيه التكست، هدوس هنا وهكتب التكست اللي انا عايزه. هكتب مثلا تيست. الكلمه اتكتبت هنا اهي، لو عايز احركها اقدر احركها من هنا واطلعها فوق او تحت، واحركها من هنا اهو، او اقدر احركها بالماوس عادي اهو. طب انا عايز اخلي الكلام ده في اول كليب بس، فامسك الكلام ده بعد كده اصغر الكلام لغايه ما يبقى على اول كليب بس اهو. انا بعد ما حركت التكست اهو، ولو عايز اكبره او اصغره من هنا اهو التكست بيكبر او بيصغر. لو عايز اغير الفونت او عايز اغير اللون بتاع التكست او عايز احط باك جراوند للتكست، اعمل الكلام ده كله ازاي؟ هدوس على التكست مرتين، بعد كده ادوس على التكست هنا اهو وادوس على الفونت واختار اي فونت انا عايزه. كل دي فونتس انا ممكن اختارها عادي. انا مثلا عايز اختار الفونت ده فهدوس على الفونت ده، خلاص الفونت اتغير اهو. ولو عايز اخلي الفونت ده بولد اقدر اخليه بولد من هنا او ايتاليك او اي شكل انا عايزه. انا مثلا عايزه بولد فهدوس على بولد، التكست بقى بولد اهو. ولو عايز ارجعه تاني هدوس على بولد هنا تاني واخليه ريجولار عادي. طب انا لو عايز اغير اللون بتاع التكست ده اغيره ازاي؟ ادوس على التكست هنا، بعد كده ادوس على الفيل واختار اللون اللي انا عايزه. انا مثلا عايز اخليه احمر، هدوس هنا بعد كده ادوس اوكي، التكست بقى احمر اهو. لو عايز احط مثلا للتكست ستروك هدوس على ستروك، هدوس على علامه الصح هنا، بعد كده اختار لون الستروك اللي انا عايزه. انا عايزه اسود فاختار اسود وادوس اوكي، خلاص التكست بقى عنده ستروك اهو. ولو عايز احط باك جراوند للتكست هدوس على التكست مرتين، بعد كده هدوس على باك جراوند، هدوس على علامه الصح هنا وادوس على اللون واختار لون الباك جراوند اللي انا عايزه. عايزين مثلا نغير اللون نختاره ازرق وندوس اوكي، خلاص عمل باك جراوند للتكست اهو. لو عايز اعلي الشفافيه اللي هي الاوباسيتي بتاعت الباك جراوند هدوس على العلامه دي واخليها لغايه 100%. خلاص كده الشفافيه قليت اهي. ولو عايز احط شادو للتكست اقدر ادوس على العلامه دي، هدوس هنا بعد كده ادوس على اللون اللي انا عايزه للشادو. احنا مثلا عايزينه اسود، بعد كده هدوس اوكي، خلاص كده عمل شادو للتكست. وده كان كده ازاي احط تكست على الفيديو. ولو عايز امسح التكست ده هدوس على الكليب، بعد كده هدوس باك سبيس وخلاص كده التكست اتمسح. لو عايز اعمل اكسبورت للفيديو واسيبه على الجهاز اعمله ازاي؟ هدوس على العلامه اللي فوق على اليمين دي، بعد كده هدوس على اكسبورت، خلاص كده بيعمل اكسبورت للفيديو اهو. الفيديو خلاص اتسيف. تعالوا نشوف الفيديو كده على الجهاز. ده الفيديو اهو، ادوس على الفيديو وبس كده. دي كانت الاساسيات بتاعه المونتاج باستخدام برنامج ادوبي بريمير برو. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والسبسكرايب والشير.